اتكلمنا الفيديو اللي فات عن الحرام او الحاجات الغلط اللي لو شفتها في معالج بالطاقة او في كورس طاقة ابعد عنها تمام واقول دي حرام او مش مناسبة ليا. ايه الصح او ايه اللي شفته اقول ده طبيعي؟ الطاقة اصلا عبارة عن ايه؟ عبارة عن مجال محيط بجسم الانسان، في طاقة ايجابية وطاقة سلبية. تكتلات الطاقة السلبية بتعمل زي انسدادات، زي بالظبط الجلطات الدموية كده، لما بتحصل الجلطة بتعمل انسداد في الشريان او في الوريد. ده بالظبط بيحصل في الطاقة. تكتل الطاقات السلبية بيعمل انسداد سواء في المشاعر او في الاعضاء نفسها، يعني ممكن يأثر عليا جسديا. ايه بقى اللي بيحصل في الجلسات او ايه اللي بنتعلمه في الكورسات؟ بنتعلم ازاي نشيل الانسدادات دي، او ازاي نبعد هذه الانسدادات الطاقية، نقلل اثرها علينا فنقدر نعيش حياتنا بسلام واتزان وبطاقة ايجابية. هل ده معناه بقى ان انا ما بحتاجش لربنا او بحتاج استعين بغير ربنا؟ اطلاقا. هي زيها زي كده المية، او زي لو حاجة اتوسخت، لو هدومي اتوسخت بغسلها وخلاص والبسها. ربنا خلق لنا جسمنا عنده قدرة على الشفاء الذاتي، يعني المعالج ما بيشفيش، المعالج بيقوم بدوره المحدد. دوره المحدد وهو إزالة الطاقات السلبية ودعم الجسم في عملية التشافي. مين بيقوم بعملية التشافي؟ ربنا. مين هو الشافي؟ هو ربنا بالتأكيد.